السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة جدا جدا وجميلة، يعني ممكن تحبوها كلكم، بحيث انها لو فكرتوا فيها يعني خلال 15 دقيقة تقوموا تعملوها. سهلة جدا جدا جدا. بس في شوية تعديلات على الفيديو عايزة اقول لكم عليها قبل ما ابدأ. الصوص اللي هنسقي بيه المكرونة، يا ريت نزود عليه نص كوباية لبن. لو مفيش لبن هنزود نص كوباية مية مع معلقة ونص دقيق، ونقلبه كويس جدا مع البيض علشان يعمل طبقة حلوة من تحت، علشان تبقى متماسكة تمام. بس الحتة دي معلش انا صورتها، حطيت معلقة ونص دقيق ونص كوباية لبن، بس معلش ما جاتش في التصوير. دي طريقة البيتزا بس بالمكرونة مش بالعجين. لا عجن ولا تخمير. معايا طماطميتين كبار مقطعين زي ما انتم شايفين كده زي السلطة، وبرده فلفلتين. ودي عصاق فراخ كانوا حوالي 250 جرام من الفراخ، يعني ربع كيلو فراخ مقطعه وفرمها في الكبه وعاملاها زي العصاق بالظبط. وده نص كيلو من المكرونه المسلوقه، حطيت عليها بعد ما سلقتها صفيتها كويس في المصفى، وحطيت عليها شويه كمون وشويه فلفل وشويه ملح بسيط جدا. وطبعا كان في ملح في الميه بتاعه السلق. ومعايا 3 بيضات ومعايا جبنه رومي. هاخد النص كيلو المكرونه هحطه في الصاج. يا ريت كمان المكرونه اللي تستخدموها ممكن دي تنفع، وممكن المكرونه القلم، ان احتيالي المكرونه القلم هتبقى افضل بكتير، هتفرد معاكي كويس بما ان حجمها كبير. وهنحط بقى العصاج عليها كده عادي جدا، كأن طبقة المكرونة دي كأنها هي العجينة بتاعت البيتزا. طعمها حلو جدا، مش هيختلف خالص عن البيتزا يا جماعة. ودي رشة كده من البقدونس، طبعا حاطينها طماطم وفلفل وكل حاجة. بنفس الطريقة التاني اتعمل بالفراخ، وده هنعمله كده بالجبنة الرومي. برضو حطينا الطبقة كده، بس يا ريت نوزعها كويس، ما نخليش يعني فراغات، علشان الحشوة تقف عليها كويس. وطبعا برضو طماطم مقطعة، وهنحط برضو فلفل زي طريقة البيتزا بالظبط، مفيش اي فرق. بس طبعا مش هنحط صلصة يعني. انا معايا كان ده اختياري، ده شوية من البسطرمة كانوا متبقين عندي فقلت احطها كده بتدي طعم حلو. بس طبعا الوصفة مش محتاجة، هي كفاية الجبنة الرومي يعني. وبرضو رشة من البقدونس كده بتدي طعم حلو جدا. دهنا الصاج برضو قبليها كويس قوي علشان مفيش حاجة تلزق منك. معايا 3 بيضات بقى هنحطهم كده في بولة. نحط شوية من الفلفل الاسود، شوية من الملح، وهنحط 3 علب زبادي. 3 علب زبادي دول يا جماعة زي ما قلت لكم هنحط معاهم معلقة، بس معلش ما جاتش في التصوير، اللي هي معلقة الدقيق، معلقة ونص دقيق، ونص مج من اللبن. لو ما فيش لبن هنحط نص مج من المية عادي. ودول حطيت حوالي 5 6 معالق كده من الزيت علشان تسرع التحمير في الفرن بسرعة. هنبدأ بقى نسقيها بالصوص ده. الصوص ده يا جماعة لازم يبقى كتير وتقيل كده علشان يعمل طبقة من تحت، لان دي طبعا انتوا عارفين انها مكرونة، عشان ما تبقاش متفرتكة مننا، ولما نيجي نقطعها تطلع معانا قطع مش متقطعة يعني، ما بتتكسرش منكم. وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد اللون ده. انتوا عارفين هي مش هتاخد وقت خالص، غير ان بس احنا عايزين نسوي البيض. المكرونة مستوية والعصاج مستوي، ومفيش حاجة محتاجة تسوية اكتر من البيض بس. حلوة جدا يا جماعة وسهلة، اي حد حتى لو واحدة موظفة جاية من الشغل وعايزة تعمل حاجة سريعة هتعمل الحاجة دي. بصوا مفيش اسهل ولا اطعم من كده، طعمها حلو جدا وعجب الولاد جدا جدا. وجربوها وهتشوفوا الطعم. بس يا ريت تعملوها بقى بالمكرونة القلم. انا قلت لكم على التعديلات بتاعت الفيديو علشان لقيت ان كده احسن، يعني لو المكرونة القلم كانت هتبقى افضل. ودي اللي هي بالجبنة، طعمها والله يا جماعة يعني ما شاء الله. وبألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.